نعم. فجت مصر عملت شبكة مخابراتية معقدة جدا وأسندتها للواء حسام الدين أحمد خيرت. اللواء حسام الدين أحمد خيرت. نعم. اللواء حسام الدين أحمد خيرت كان الملحق العسكري المصري في النمسا، نعم. فكلفوه بإدارة الشبكة مخابراتية، وزي ما تقول يعني عملية وصل ما بين اللواء عبد القادر حلمي وبين المخابرات المصرية، نعم. وبين أجهزة الأمن المصرية. فقدر اللواء حسام الدين أحمد حسام الدين خيرت قدر ان هو يعمل شبكة استخباراتية معقدة جدا للغاية للدعم اللوجستي، والشبكة ديت قدرت ان هي تنتشر في جميع انحاء اوروبا، وادارت مصانع بعيد خالص عن اي اسم مصري للدعم اللوجستي للعمليات المصرية، وتحديدا العمليات العسكرية اللي هي كانت مقسمة ما بين مصر والعراق والارجنتين. نعم. فلما وقفوا قدام يعني اعزائي المشاهدين كما نرى اللواء حسام الدين خيرت معانا على الشاشه كما نرى اعزائي المشاهدين. يعني يا احمد بيه، يعني اللواء حسام الدين خيرت مش هو ده كان الاشاعات اللي دارت الفتره اللي فاتت حوالين وفاته وحوالين رجوعه، وكان قصه موضوع الكربون الاسود ان هو يعني كده كان اتعمل له جنازه وهميه، وقالوا ان هو مات فعلا، وتم اعلان وفاته واتعمل له جنازه وتشيع جثمانه. نعم. وبعد كده طلع ان هو مات. اقول لحضرتك بالظبط بالتفاصيل ايه اللي حصل فيها. اتفضل يا فندم. فكان معاهم برضه في الشبكه ديت اللواء عبد الرحيم الجوهري، ده كان مسؤول. اللواء عبد الرحيم الجوهري ده كان مسؤول نعم ملف الصواريخ البالستيه في وزاره الدفاع، وكان برضه من ضمن المجموعه المكلفه من المخابرات مع اللواء عبد القادر حلمي، مع اللواء حسام خيرت، مع بقيه المجموعه، منهم دبلوماسيين ومنهم عسكريين. نعم. فتم تكليف اللواء عبد القادر حلمي ان هو يساعدهم في البرمجه ديت. نعم. فاللواء عبد القادر حلمي قدر ان هو يجند احد خبراء الجيش الامريكي، وده كان مسؤول مركز القياده المتقدمه لصناعه الصواريخ وتطويرها. نعم. ده كان اسمه جيمس هوفمان. جيمس هوفمان. 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 نعم. كان المركز ده في هانتسفيل في الولايات المتحده الامريكيه، وكان معاه عالم اخر ده بتاع برمجيات نعم. اسمه كيت سميث. نعم. قدروا المجموعه المصريه ان هي تجند الاثنين دول، ومن خلال الاثنين دول تم فك شفره الصواريخ اللي هي كانت بترصد او نقدر ان هي تتطور على مشروع كوندور بتاع الارجنتين. واي عقبه قدام المشاريع ديت كانت الصواريخ اللي هي موجوده في امريكا كانت تقدر ان هي ترصدها، وتقدر ان هي تضربها، وتقدر انها تتفوق عليها. نعم. نعم. فقدر اللواء عبد القادر حلمي والفردين الامريكيين دول ان هم ينقلوا الخبرات، وقدروا ان هم يفكوا الشفرات بتاعت الصواريخ المضاده ونقلوها لمصر هنا. نعم. فوهم شغالين اكتشف اللواء عبد القادر حلمي ان في ابحاث بتتم في معامل تابعه للقوات المسلحه عن ماده الكربون او الانابيب. عن ماده الكربون. او الانابيب الناتونيتريه. نعم. الانابيب الناتونيتريه ديت بيتم استخدام ماده فيها اللي هي الكربون الاسود، اللي هو اسم الملف ليها، يعني كربون اسم الملف. نعم. الكربون الاسود المعروف اعلاميا وصحفيا جاي من الماده دي. نعم. اللي هو الانتر نانونيتريه. انابيب نانونيتريه. نعم. دي بيستخدم فيها ماده الكربون الاسود. ماده الكربون الاسود دي بخلاصه كده بيتم اطلاق جسم الصاروخ بيها او الطياره، فتعدي من الرادار بدون اي بصمه راداريه، الرادار ما يقدرش ان هو يشوفها، فتتحول لشبح بعد اطلاق الطائره. بالماده دي. بالماده دي. بتطلع الطائره بتخترق الاجواء. بالظبط. ان هي طبعا عليها الماده فبتخترق الرادار وبتخترق الكلام ده اللي شبح معدي. الرادار ما يشوفش الصاروخ. نعم. يشوفها شبح. نعم. وفي نفس الوقت بتقلل احتكاك جسم الصاروخ بنسبه 20% في الهواء. نعم. فبناء عليه تزود من المدى القتالي ومن السرعه بتاعته الماده دي. نعم. فبتقلل بتقلل احتكاك الصاروخ بالهواء بنسبه 20%. نعم. فبتزود مداه القتالي وجميع الانواع التكتيكيه بتاعته. نعم. نعم. لو ما تحولوش. فكان مادة الكربون الاسود كانت بتستخدمها الولايات المتحده
في ارهاب العالم كله، او تحديدا ارهاب المنطقه العربيه، نعم. وبمعنى ادق للدول المعاديه للكيان الصهيوني. الدول المعادية للكيان للكيان الصهيوني بالظبط. اللي هي دخلت فيها المؤامرات وتقسيم الشرق الاوسط. بالظبط. نعم. اللي دخل فيها اللي مم. احنا فيه حاليا. نعم.